السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده عماله افكر اعمل اكله ايه. المهم فاكرين كده زمان كان الاستاذ عماد حمدي كان يخش على نينا يقول لها ازيك يا نينا عامله ايه؟ تقول له الحمد لله يا ابني. يقول لها طبخانه ايه النهارده يا ابني يا نينا؟ تقول له عامله لك كشك المظيه. فانا رجعت لكم مفاجاه جديده، عملت لكم في الحله بتاعت الجميله دي هجيب لكم الكشك الصعيدي عشان نعمل الكشك الالمظيه. وتعالوا بينا نشوف حركاته وتكاته. بس اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتنسوش تقولوا لي على تعليقاتكم لو في اي حاجه لافته نظركم كده ولا كده، بس بالراحه عليا وبالهداوه. وتعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه حطينا حله على النار والحله فيها الشوربه بتاعتنا غليت. واول لما الشوربه بتاعتنا تغلي نكون بلين الكشك. هنروح بلين الكشك بتاعنا دوت. بنبله واحنا بالمره بنغسله. ودلوقتي احنا كده معانا الشوربه غليت اهي. دي شوربه فراخ، بس احنا هنشيل منها ورق اللورا ده عشان خلاص يعني ايه قضى الغرض بتاعه. هنشيلها كده بالراحه وننزل بالكشك لوحده. وهننزل بالكشك كده وهنزل دلوقتي على بعد ما حطيت الكشك على الشوربه هنزل عليه بكوبايه لبن وهنسيبه ياخد غلوه. ودلوقتي كده الحله معانا فيها الكشك بالشوربه باللبن وهما بيغلوا مع بعضهم كده. نكون احنا على جنب التاني نكون مجهزين كوبايه ونص دقيق. هنزود عليهم كوبايه ميه على حسب انت وايدك، يعني كل ما يكون خفيف يعني وسط. انا عايز السمك بتاعي يكون خفيف مش عايزاه تقيل. ونفضل نقلب كده كده. الكشك غلي معايا والدقيق اللي انا شكلته بنزل عليه. ايد بتقلب وايد بتنزل مع بعض كده. خدي بالك عشان لو فصلتي هيكعكل منك اهو. زي ما احنا شايفين كده الكشك معانا خلاص تقل اهو. بصوا سمكه كده معايا، هو ده السمك اللي احنا عايزينه وريحته تحفه. هو ده كشك عماد حمدي صحيح. كده هنخلص الكشك بتاعنا خلاص كده خلص. لسه بقى هنعمل له التقليه والشغل العالي التاني. وبعد الكشك بتاعنا كده ما غلي خلاص غلي غلوتين يعني هو كده استوى. هنجيب بقى طاسه جديده ان شاء الله ما حد حوش، ما بطلعش الا في المناسبات بس. هنحطها على النار ونحط فيها حبه زيت. ما تكتروش في الزيت غالي، العمليه مش ناقصه، ده هو الموضوع كله عاملين كشك. وهنحط فيه بصلايه ونستنى اما البصلايه تتحمر معانا بس ما تغمقش. دلوقتي كده البصله بتاعتنا احمرت خلاص. هناخدها ونصفي الزيت ابو سمنه دوت نصفيه فيه ونخلي البصلايه شيشكه لو بصلايه ولا حاجه وقعت فيها عادي. خدوا بالكم انا ما حطيتش ملح ولا حاجه لان الشوربه كانت اصلا فيها كل التوابل بتاعتها، فاحنا مش محتاجين نحط حاجه تاني. وان الكشك اصلا بيبقى حادق شويه كده. احنا كده خلصنا الكشك. هنقلب معاكم كده ونوريكم التقل بتاعه وسمكه. بصوا ما شاء الله هو ده التقل اللي احنا عايزينه. هنرص الطبق واوريه لكم يبقى عامل ازاي. نكون احنا خلصنا الطبق الكشك بتاعنا الالمظيه. كشك الاستاذ عماد حمدي محدش ينساه يا جدعان. ماشي الله يرحمه. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتصلوا على النبي. اهم حاجه تصلوا على النبي. طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي واستغفروا ربنا كده. وما تنسوش لو في اي حاجه عجبكم في الفيديو عرفوني، ما عجبكوش عرفوني برضه. واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.